موجودين حياكم الله. عندي قطعة 2.5 متر إذا فصلها 11 رياضي. هنا عندي لازم أقرر فتحة على الظهر لو الفتحة على الأردانات، يعني أعتقد راح أخليها على الردم. صباح الخير كل الهلا اللي انضموا ويانا، اهلا وسهلا بالجميع. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. عندك قطعة مال الرياض تريد تفصليها وانت قاعدة حايرة بيها، تعالي يوم خلينا نباوع نشوف شو راح نفصلها، شنو راح نقرر. زين، هاي القطعة ايش راح تسوين بيها؟ يعني خلي ببالك فد موديل. اما تريد طعميها تور او تريدين تسوين بيها فد شيء، المهم هذه عندك قطعة انت من الاجسام المتوسطة، يعني 75 80 85 كل هاي الاشياء راح تنطبق عليك. مجرد عندك عرض، العرض فقط عرض الصدر يختلف، بدل 3 اشبار تسوي اقل باصبع كيفك. المهم يعني انت من ذوي ال 75 80 85 اجل. يلا اللهم صل على محمد وآل محمد. صفطت قطعتي. هنا عندي قرار. شنو القرار؟ قرار انه اني مخلي الفتحة من يم الردين لو مخليها من الظهر. اي لازم تقررين هنا بالبداية وشنو راح اسوي. اي مو بعدين تظلين هذا. هنا راح تقررين. انا اليوم مقرر راح اشمرها على الردن. ليش؟ ممكن انه اسوي الردن كلها تور، ممكن عندي ببالي مختمرة ببالي هاي السالفة اريد اسوي الردن تور. مرات اقول لا ما اسوي تور، راح اسويها هي ردن، بما انه هي مفتوحة من النص اخلي بنصها فالتور 4 أصابع. فهم كلش حلو. اذا هنا عندي قرار. شنو هذا القرار؟ اكو خطة عمل، اكو خطة عمل. يعني اجي اول ما ابدي يعني انا اشوف الزبونة او القياسات المعقولة المتوسطة الدارجة. المرأة شلون نقول طبيعية. هسه ايش قد طبيعية طولها ابو احمد؟ من ال 165 67 63 لحد ال 160 هذه نسميها احنا مرأة طبيعية، طولها طبيعي. نزلت خمسينات لا صارت قصيرة، بقانوننا صارت قصيرة. يعني مثلا تجي وقالت لك والله طولي 155 مائلة للقصر، والله طولي 153 مائلة للقصر. صعدت على السبعينات 170 172 74 لا هاي مرة طويلة، قانوننا نسميها والله طويلة. دير بالك ترى شوية طويلة. اوكي. فاذا الستينات من 60 لحد ال 68 هاي نعتبرها ضمن الحدود المعقولة. زين، هذول شنو راح اسوي بيهم؟ هذول شنو رأيي؟ هسه احنا ما نقول دنقة فدوى عمرك، هنا المصطلحات تتغير. ذيك دنقة اذا قاعدين ونشاقة ونسولف هواي عندنا قد اسمها ايه، بس هنا لا لازم نحكي لانه المجتمع الموجود هو يريد يعني لغة وسطية معقولة. هنا ايش راح نسوي؟ راح نبدي نقيس. انا دائما احذر اقول عمي لا تبدون من البداية. ليش؟ حتى لا تضيق نفسك. هاي الردن لا تضايقها. منين ابدي ابو احمد؟ نبدي منها. هسه هاي علي ما استندت لازم اشوف الطول مالتي ايش قد ال 138 الطبيعي. انا علي من ذاك اليوم اكتشفت قد خلي ابدي من جوا. وين يطلع هاي من الحاشيه جوا وانا صاعد هاي ال 138 لهنا. ها
هاي 108 و3. تمام. اذا راح يصير عندي هاي نقطة انطلاق 23 اللي مطبق لي اياها ابو احمد قانون، وانا رايح على الطول. زين انا الطول محدده خلصت. وهي اسمع كلام ولغط انه طلعت عندي ضيقه. ليش ضيقه؟ هذه بس التزمتي هذا مثل عرض دجاجتك الاعتياديه. ايش قد عرض دجاجتك الاعتياديه؟ هسه مو رياضي. ايش قد؟ مو الزبون انت تعرفيه. احنا 3 اشبار، هاي 3 اشبار يعني معناها 30 مطبوقه. اذا نفتحها تصير 60. قانوننا كل شبر 20 وها خلينا لنا 1 للاخيار. زين فتحة الرقبة ايش قد؟ 7. والله انا اشتغل بصابعي، خليها بصابعك 3 ونص. هسه انا اليوم هذا حكي لاي وحده عندها قطعه وتقول لك انا اريد افصل، والله يا ابو احمد اريد اقصها، يلا وياي قصيها، سجلي وشوفوها. هذه منطقة التخصير. منطقة التخصير. بنات انا طولي 155. حلو لو اقصر؟ عافية لو عالية؟ انت عالية. هسه عالية انتبهي بعدين نتناقش على اطوال. زين الشكل ها. اذا هذا فتر. اي واحد هسه يجي نقول له احنا سوينا هاي الاشياء، يلا خلينا نقص لان ورانا خيار. خواتي ترى انا ما انتقدت الاطوال، انا اعطيتك فكره يعني اليوم وحده. انا دائما ما عندي احتكاك بالزبون على التليفون. ايش قد طولك؟ هي حافظه طولها، قالت لي 165. عرفت طولها ايش قد؟ ايش قد راح اسوي طولها 165؟ هاي هي قايست لي من الراس، انا اريد من الكتف لي جوا راسا. اقول انت يعني تلبسين 138 طول، 139 طول هالشكل. واغلب نسائنا ما يحبن الدشداشه كلش طويله. ليش؟ طبيعه القماش بمرور الزمن ينزل شويه، ينزل. يعني ذاك اليوم اختك ام احمد انا مسوي لها دشداشه العيد طبيعيه، ضربتها اوفر، عندنا ماكينه اوفر بالبيت، ضربتها ولبستها. قبل يومين 3 اباوع دشداشتك تسحب، قالت ما ادري شو نزلت. اذا انا فكرت يعني الدشداشه ايش قد تسويها اقل، هي بمرور الزمن راح تنزل، بمرور الزمن راح تنزل. فاحنا ما انتقدنا الاطوال، احنا نريد تنتبهون. اريد اعلمك اذا وحده في المحافظات وخابرتك قالت لك والله اريد تخيطين لي دشداشه بس دير بالك انا طولي 170 172، لا هاي دشداشتها لازم طولها 140 141. يا عيني يا بعد عيني الله يحفظك. فاذا اشوف التعليقات انا طولي حلو، انا قصيره، انا طويله، انا الله يحفظكم جميعا خواتي. هذا لهنا انا هسه مستواي عالي لهنا. اذا طلعتي لي هاي القصه وهاي التخصيره زين على قولتهم ارفع لك القبعه. هسه انا ارفع لك عقالي زين. ليش؟ لان طلعتي هذا المستوى وطلعتي هاي التخصيره. تعال كملي قطعتك، قولي يا الله. مرات انا شو تصير عندي شلون التقويسه، شايفه منها هيك مقبقب كأنه طالعات له اذان صباح. منين اروح اتلقاها حتى عدله؟ اندار مناك. اي والله وداحتك حتى اذا انا ما موجود اندار منا وتلقاها من الذيال. ها شوفيني انت هم مثلي، هم انداري لها مناك علي. باع رديت صعدت. رديت وقدامي تخط حيرة وندم تنانين هم دنيا الصبح. اللهم صل على محمد. اي اذن حتى لا تنسين اجيت منا بهالشكل هذا، يعني اجيتها مقابل حتى اعدلها. زين ايش سويتي؟ فريلي هاي، فريتها. هسه هاي على اليمن تنطبق. يلا شوي لطفتك تجاوب من الصبح.
هنا ايش عندي؟ هنا ايش عندي؟ هنا عندي 4 أصابع. هسه على اليمين هاي تنطبق على اليمين على الكلوش وعلى الدنيا الرياضي وعلى العادي على كل ايش حكي. يلا تعال. شوفي هذا طار. هسه انت لهنا عاشت ايدك، لهنا ممتاز. احسنتي. ايه خياطة مرام عاشت ايدك. هنا ايش سويت؟ دائما اقول لك بعدك ما رايحه للردن ولا هوست الردن ولا طرقعة الردن. ايه اجيت راح اعزل الظهر لان عندي صدر وظهر. عزلت هاي عزلتها مو يلا عزلتها. ايه عزلة وبزرنا من بزرهم كان غريبة وموش منهم. انا كل حكاية ترى عدي الها بيت شعري، كل حكاية ترى عدي الها سالفة. ايه اعجبك هو علي بس ما اريد ادوخك من الصبح واكو ناس شوية مزاجيين ما يتحملون، بس لا كل سالفة بقدر احكي لك عليها، كل موضوع اقدر. هو هذا يصير شيق يعني. المشكلة ما اضمن كل الاذواق يعني. اكو ناس مو يمك زين يجوز هسه هي قاعدة على ميز الطعام وجاي تاكل هذا شو اسمه كورن فليكس ما ادري شو اسمه وهذا زين. انعالها من الصبح عزلة وبزرنا من بزرهم وكان غريبة موش منهم ما ادري شو. راسا تعطيني بلاك بطعم الليمون وتقلب تروح تسمع فيروز من الصبح. فخلينا نعطيك رؤوس اقلام احرك قلبك اوجعك شويه بس انت تفتهمين شنو ابو احمد يقول. زين هنا ايش قد ابو احمد؟ هنا 27 مو بعد قلبه يعني الاسمايلات اللي يضحكون. زين ذولا كلهم افتهمهم قلوبهم مجرى مثل ابو احمد. ايه بس مجرد دزت الاسمايل يعني هي مفتهمه. هي كملت ورا التليفون كملت قالت كن غريبه وموش منهم. يلا هنا ايش راح اسوي؟ هنا اكون عندي قرار. هنا عندي قرار اريد مدور اريد 7 اريد مربع بكيفك هنا شو مقرره انت؟ شو تريدين تسوين؟ شو تريدين؟ تريدين مدوره هسه نقصها مدوره زين تريدين مثلث هسه نقصها شو تريدين؟ شنو اللي يجي ببالك؟ تريدين مربع؟ لا هنا ننشئ لكل قاعده شواذ. وين نرجع اذا مربع نسويها 25. ليش؟ لان ما نريد تختنق عندنا. اذا بس المربع شاد عن قاعده 27 خليها ببالك. البارحه حلو وحده من البنات خوش سؤال خابرتني ومفرفحه حتى فحطانه هسه موجوده تسمعني. اي يا اخوي سلامات قالت اقول لك عندي زبونه بالستينات زين واقيس ما تطلع لي 27. قلت يا اخوي على كيفك جر نفس استريحي. زين قلت لها احنا عندنا عمليه طرديه اذا هاي هسه هاي 3 اشبار كل ما ماده عريضه راح تطول عندي هاي الحفره مال الابط. زين انا اذا ام الستينات مطيها صدر لنفرض لهنا تعال هسه حساب عرب زغرتها هسه هاي ام الستينات هذا صدرها خوش حكي ام الست. زين انا اريد اقيس حفرتي كلها حفرتي يلا للاخير هنا يلا صارت 27. هل من المعقول انا اقص 27؟ لا راح انزل اقل شيء اقص لها لهنا مخلي لها بد 3 اصابع. ايش قد صارت عندي؟ صارت عندي حفرتها 22. لا تدوخين عمليه طرديه. اذا هذا زاد عندي عرض صدر الزبونه زادت عندي هاي حفره الردن، واذا قلت عندي هاي اوتوماتيكيا ندخل. هسه خوش حكي لي هنا المعلومه جيده واضحه ترى مبينه سويت لك اياها ترديه عريضه ترديه قصيره. اوكي زين. اي واذا تجيك وحده هنا ذكرتني من القياس الخاص اجتنا وحده هسه 3 اشبار نعم الله عليها زين بس تجينا وحده مثلا 100 بعد لهنا أنا لازم نكمل اصبعين لهنا لازم نكمل اصبعين. زين من كملنا اصبعين تعاي بروح امك خلي اشوف حفرتنا ايش قد صارت. حفرتنا صارت 27 لهنا هاي 27.
شوفيها ليش؟ على اعتبار احنا بعد عندنا هنا ال27. ابو احمد هاي كلها اقصها، كلها تقصيها ولا تترددين ابد ولا تباوعين وراك. ليش؟ لان اذا صعدناها راح تقول لك خنقتني، راح تقول لك ردت علي لي ورا، راح تقول لك شو اسمه. فانت عادي حتى لو من 100 110 سوي لها 27، سوي لها 28 كسقف اعلى. واضح؟ يعني بعد فوق ال 28 لا تصعدين عادي، لا تستغربين عندك المسافه. ودائما تعانن منين؟ من هذا الموضوع. هسه ايش عندي؟ عندي هاي انا متيهت صار ان هواي نياشين عندي. اي هنا ايش عندي؟ هاي 27، هاي 27. هسه قلت لك هنا لازم انا عندي قرار، يا اما اريد اسويها مدوره او مثلثه او مربعه، كيفي كيفك انت، شنو اللي عاجبك تلبسين. وبالمناسبه احنا نريدك تخيطين لروحك، اي نريدك تخيطين لروحك. جربوا بروحك بالذات اللي جديدات على الرياضي، جربوا بروحك. والله اتذكر من كنت بالرجالي واريد اتعلم خياط بنطرون، زين بويا قضيت القطع قضيان، حتى استاذي قال شنو السالفه على كيفك يوميه، زين لازم له قطعه وتشك تشك تشك وتشك تشك تشك واخيط. بس شنو كانت كسرات بالبنطلون، كسرتين 3 كسره فقوس، كسره ما ادري شنو، وتشوفين الكنتور مليان. قمصان الحرير، تتذكرين الحرير الساده؟ والله على عددهن زيتوني واحمر وما ادري شنو هذا، بس شنو عزابي وش اسمه ويومي يكشخ وهذا وخياط وجيبي مليان فلوس. اذا تتعلمين بروحك، تتعلمين بنفسك شكو بيها وتتبردين بيهن جاية صيف يعني فد فكرة حلوة. من انزل للسوق اجيب لي فد قطعة، هذا الصيني خفيف شوية العادي، فد قطعته ب4000 ب3، اجيبها على حكي ابو احمد، اطلع الفيديو اقصها، راح اكتشف عيوبي، اكتشف اخطائي. اليوم خطأت، اليوم هيك سويت، اليوم حلوه، اليوم كذا. اذا التول هنا هذه 7 وهذه 7 وهذه ايضا 7، هذه مدوره على ال7 امشي الشكل. هاي 7 بس هاي 7 احنا دائما نعرف تتعوض. هاي عندي هنا هم قصه، هاي القرضة احتاجها من ارجع اركب التول. عندي سنتر لازم نبدي من الوسطيات. شلون نبدي من الوسطيات؟ يعني نبدي جهة والجهة الاخرى الثانية، اي ما نركب من البداية لان الاسنان تسحب وشوية تندفع عندك الوسطى. تمام؟ هسه انا شو مقرر؟ اليوم اذا اريد اكحل بسوادات لازم حتى هاي وصلتي اسود، والله راح اخلي لها بالفراش، انا عاجبني هذا اليوم ابو الفراش حلو. عندي هاي قطعة فراشات راح اخليها الها، شوفي ايش قد مفيدة، هاي حلوة. علاء وحسن شلونك؟ زين. هاي وممكن اليوم اريد اخالف، اذا ناوي اطعم بسوادات راح اخلي ظهر الفراش الاسود هو على الواجهه. خلي اشوف، والله تجربه، الحياه تجارب، جربوا يا اخوي، صدق تكذبين، جربي. يلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم والان عدوهم يا كريم يا الله. زين اجيت اكو عندي زياده، خلي شويه اخذها، اي شوي احاول اعلم نفسي على الاقتصاد. هلا ام محمد حياك الله. محمد حياك الله، اخو محمد حياك الله، اخو محمد حياك الله اخويا، محمد حياك الله اخويا. يلا يلا رب الملائكة المقربين. هنا سوى جيت اريد اطلع لي نقشه مال فراشات،
كله تقصين بمستوى، بس يتجوى مال الخياط. تعال خلينا نجرب. قولي يا الله. اللهم صل على محمد وعلى. خلي ابعد عن التغليف شويه نقشه الفراشه حتى لا تضايق، نصير شويه بها الدخن. يا الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. زين. وين اطي زياده؟ اطي زياده جوا بس بمال الخياط. اي من فوق ما اطيت، من الصفحه ما اطيت، بس اللي قصيته وراح ارجعه. زين. هسه هاي بعد ما احتاجها، بعدين اسولف وياها. زين. هنا شلت القالب مالي على طبقته، لا تشيلين وبعدين تسوين عليك السالفه. على طبقته من جوا اقرضي قرضه صغيره. ليش قرضتها ابو احمد؟ حتى ارجع وين؟ ارجع للقرضه اللي قرضتها بالبدن، اخلي وحده على الاخ النص واخيط جهه اليمين ثم اليسار. هنا ضمنت العداله، مو مفتره عندي. مو مفتره عندي. هاي قرضه وذيك. هسه جبت هاي، شوف ايش حصلت. شوف ايش حصلت. حصلت 3 فراشات. اي نعمه زتم، ومحصل لك فراشه وطاير بيها من الفرحه. زين يلا بعد تردين سويناك فراشه. زين اذا اجنك 3 فراشات بعد شو تريد؟ بوياي. بوياي. يلا اذا 3 فراشات حصلنا راح يصيرن بالصدر. هسه انت مخيره، تريدين على الظهر. شو انا اليوم اريد الظهر. اي والله اريد الظهر، رغم انه هي هاي بيها شويه هالشكل ذني. هذن شيلهن نظفهن. واكو واحد يقول لا يابا انا اريدهن على الصفار. هاي هم بكيفك، هاي هم بكيفك. تردين صفار تردين هذا، هاي يمك الموضوع يمك. اوكي. انا لا والله اليوم شو ما ادري راكبه ببالي على هذا هالشكل راح اخيطها. تمام. هسه لهنا عندك صعوبه؟ اصلا ما عندك كل صعوبه. زين. هنا شو يحتاج لك؟ يحتاج لك تغليف. ايش قد هذا التغليف ابو احمد؟ وشلون اسوي؟ ودائما اعاني من عنده، ودائما اقول لك لا خويا التغليف 3 سنتيمتر. 3 بس 3. تعال هسه هاي اخواني ما بيدي فيته طاحت هنا، بس نظريا والله العظيم انا بدي اقول لك سالفه. شويه نصري الا القلب اسكت هسه بعدين. هنا اريد اقول لك سالفه. انت بالاستمرار، بس بالاستمرار يعني اريدك يوميه، عندك امكانيه يوميه عندك امكانيه يوميه بشكل يومي تخيطين لنا دشداشه رياضي. زين. يعني المشكله هي هم احراجات. راح تقول لي يعني شو انا وين اوديها؟ بس بالقران كان هيك سقلتي مواهبك، كان هيك يعني راسا تقولين هو هذا كان مضوجني. يصير عندك مي. ليش؟ بالاستمرار يوميه تخلين، يوميه تكتشفين. اليوم صارت عوجه، هسه احسن، البارحه كانت مو زينه، هسه يعني اريدك مستمره، مو وحده تقول لي والله صار لي شهرين ما قاعده على الماكينه. ايش ظلت ببالك من معلومه؟ والله صار لي ما ادري شو. ما اريد انقطاع، اريد استمرار، اريد يعني بشكل يومي انت مخيطه. زين. اريد بشكل يومي انت مخيطه. لذلك اريدك تكتشفين الاشياء والعيوب اللي عندك، وان شاء الله ما عندك عيوب. زين. احنا شنو سالفتنا بيها؟ شاهد. انا هسه يلا جبت الفيته، مو انت تباوعين علي خو ما تقولين هو قاس. من خلال الاستمرار نظريا اعرف وصلت 3 سنتيم لو ازيد من 3. هاي وصلت بيها مناطق 3 سنتيم وبيها 3.5، لان ادري بيها ما يعني مو كل جايه سنتر. هاي المناطق هسه 3 سنتيم من لما تصير. هنا عندي شويه اكثر، واذا اقرب لك من يم الكاميرا يقول لك من تحكي خلي شاهدك وياك. هسه هاي 3 سنتيم، هاي 3 سنتيم.
هناك من اروح بما انه انا ما ضابط ايدي يعني معرضة هم 3 والله هم 3. اذا هذا منين تجيني؟ بس وين انت شو كاميرتك خاتله هنا حتى يشوفون صح. هاي 3 سم. ليش؟ هذه من الممارسة. الرياض معجون بيك تخيط الصبح وتخيط بالليل وتفصل وتقص وتسوي إذا دقيقة خلي الشاحن. بس دقيقة خلي الشاحن يا اخوان، لان الفقرة الجاية هي الاهم، الردم. يا اسم الله الكريم. يلا الردم جدا مهم. جيت للردم هسه واحد شي يقول يابا انا زادت عندي هاي القطعة، زادت عندي هاي الوصلة باقية للردم، شوفي لي اياها باعي اختي الكريمة. وحدة مفتوحة هاي وحدة مفتوحة ووحدة مغلقة. بما انه انا عندي وحدة مفتوحة ووحدة مغلقة لازم اثنينهن افتحهن، ما يصير نشاز عندنا وحدة مفتوحة ووحدة مغلقة. زين اجيت هسه هنا راح اساوي ارتب شغلي، رتبي. هنا هي ايضا انا هنا ايش عندي؟ لازم عندي قرار. شنو القرار؟ صفنت على قطعتي، يا رب اليوم اسويها فراشة، اليوم اسويها طويلة، اليوم شنو اسويها 3/4، اليوم اخلي تور هنا بنص الردن. هنا لازم اكو قرار، لازم اكو خطة للعمل. زين انا ايش عندي اليوم؟ والله انا ناوي خلينا نسويها 3/4 لو فراشة. الفراشة حلوة هنسوي تصويت عليها. شو نسويها فراشة لو نسويها 3/4؟ اللي يقول فراشة يكتب فراشة واللي يقول 3/4 يكتب 3. زين هنا انا ايش عندي؟ يلا فراشة. تمام يلا فراشة. تمام واضح الفكرة، الكل تريدها فراشة. تعال يا اخوان، بما انه انا عندي فراشة هنا، من الزبونة قالت لي فراشة شالتني من النار خلتني بالجنة. ليش؟ لان حصرت نفسي بهاي المكان يطلع عندي فراشة وزايد. اول ما اجي اريد اتخطى الردن وصعوبة الردن ايش راح اسوي؟ اجي على اول خطوة بردن الرياضي، اجي اشوف القاعدة 10 سنتيم المطبوقة تأمن لي الكتف. جيت 10 سنتيم هاي المطبوقة موجودة والحمد لله، هاي 10 سنتيمتر. 10 سنتيمتر بالفراشة. احسب حسابي اقول هاي الحفرة مالتي انا يا ابو احمد قص الصدر ماله 27، يعني اريد هاي الفراشة 26، اقل من الحفرة سنتيم. في حال صدر وظهر نفس القياس. اما اذا واحد يقول لي لا دير بالك هاي الزبونة نحسة تريد ظهرها مغطى، ظهرها اعلى، راح شو اسوي بيج حالة؟ اقول لا لازم اقص اقل شي في 29 لان الظهر اعلى، ما صفيته خليته عالي، اما الصدر 27. اذا عندك خيارين، يا اما صدر وظهر متساويات
امشي على السبعة على الستة وعشرين واقص. لا زبونتي من النوع اللي نحسه تقول لي اريد الظهر عالي، لا راح اقص عالي وبعدين اصف الصدر مالتي. اوكي، بما انه انا هاي القطعه عائده الي، انا اليوم مشتهي خيط هذا اللون من الصبح واشرح لكم، فايش راح اسوي؟ راح اسويهن اثنينهن 26. ليش؟ لان ابو احمد معلمني بالفراشه اقل من الحفره مال الصدر 1 سنتيم حتى ما تنخصم من جوا. هاي ال 26، هاي ال 26. اوكي، هنا اجاني قوس هلالي، هذا القوس مبين شلون اقوسه اني هالشكل. عندي ملاحظه، عندي ملاحظه، هذا الميلان اريده لا داخل ولا خارج. اقدر اخذ المساحه الوسطيه، ارجع للبدن، اجيب البدن اخلي هنا نهايته ويا هاي راح يأمن لي حفره عدله. ها هسه لكل شيء ببالك اكو حلول هنا، كل شيء ببالك. هسه انت تفكرين تقولي اوه شلون اني خاف ادخل لهنا وضايق الردن، خاف اطلع ويصير مبوطه زياده. اقول لك رجعي وين؟ وين هذا، ارجعي للظهر، هذا اللي هو البدن، جيبيه حتى تضمنين حفره عدله. انا ما احتاجه، ها حفرتي طبيعيه. هذا اللي يطوى نهايتها ويا من؟ نهايتها ويا هذا، وهنا معدلتها خط مستقيم. اذا ضمنت شنو؟ هسه اخواني هاي ما مخطط باعي لي انا على القصه مالتي، خلي اقص قدامك، شكو بيها شكو بيها حتى تامنين اكثر. هذه على قد بهام يطوى للكتف. والله العظيم مرات القى وحده كافت لي اياه هيك اقل من اصبع، كانها ضاربتني طلقه. الكتف ما يقعد اذا ما تامنين له. ايش قد اللف مالتك؟ ايش قد اللف؟ 3 سنتيمتر او 2.5. ما يقعد عندك ولا يصير على كتف المرأة اذا سويتيه رفيع ومو حلو ونشاز ويلعب النفس بعد، حتى ذني يدقن بدماغك. خاف انت ناوية تسوين هاي الشغلة. ايش خسرانة انت؟ ايش خسرانة؟ هي وصلة اخليها هاي ايش خسرانة بيها؟ لفة للكتف تسند الكتف. زين، اجيت هنا بهالشكل هذا، شوفي لي هسه اني سويت، اني طلعت ردن فراشه، ردن فراشه حلو. هيثم يقول زين اذا فراشه اريدها جوا الكوع، يعني شو يقصد؟ جوا العكس، يعني يقصد الفراشه طويله. هنا هيثم بس دقيقه جايك. هنا انا ايش قلت وحده مفتوحه ووحده مفتوحه ووحده مغلقه، ما يصير، لازم اثنينهم افتحهم. ما يصير وحده مثلا انا مخيطها ووحده لا. هنا حلو، لهنا هسه تمام. الاخ هيثم سأل سؤال حلو، قال اذا انا وحده يعني عاجبها تلبس فراشه بس تريدها شويه طويله، ما اقدر. ليش ما اقدر؟ اكو عندي قياس معين، انا بالفراشه مرتبط بالصدر، حفرات الصدر، حفرات الظهر، ما اقدر اخليهم طوال حتى اكسب طول المن للفراشه وانزلها، لا هذول مقيديني. ذول يقولوا لي انت شو تريد خلي بس احنا اقل من حفره الصدر والظهر ناقص 1 سنتيم. اذا انا ما يصير هنا عندي هيك هنا ونازل اريد اطول هاي اغطي العكس نازل هيك، راح يصير عندي نشاز. قدر الامكان من اجي هنا اقص، اذا ردت اقص 2 سنتيمتر ابدي اقلل، مو 2 سنتيمتر هنا 1.5 هنا 1.5 اي. اما اذا لا هنا اخذت 2 ونزلت على 1 في سبيل اني اذاكى حتى هنا تطول عندي تصير مو حلوه. ودائما اصول الفراشه تجيني زبونتي اقولها اخويا قصيره للعكس فوق العكس، اخليها بالصوره ماكو اني والله قايل لها انت تريد تلبسين فراشه ومنزلتها لهنا يم المعاصم. هاي نشاز وهو شايفه اني
يسوي لها فراشه وموصلاتها لنا عبالهن شطاره. لا انا سويتها وذا يعني تخليه يطير شنو ابو احمد انا منزلتها لهنا. والله العظيم مو حلوه. اصول الفراشه مدوره حلوه والها قياسات خاصه. ترى انت حسب ببالك هاي راح يطير الكتف، هذا راح ياخذ الكتف. اذا انا ايش قد طول الردن مالتي؟ هاي طول الفراشه، هاي طول الفراشه اللي عندي ايش قد؟ خلينا نشوف قياسها. تقريبا 28. 28 وين توصل بيك من الكتف؟ شيكي 28 من كتفك من رمانة الكتف لهنا وين توصل؟ هي 28. هاي طول الفراشه الك. واضح لو لا؟ اذا هسه انا ايش اريد؟ بما انه انا ناوي انا صدر وظهر عندي نفس الشيء واريد اخصم الحكي. هنا ايش قد عندي؟ هاي 26. لا يابا 26 شنو؟ انا اريد اخلي لها هذا الاورجنزا ابو الاصبعين. ابقوا وياي شوفوا شلون راح اصفي الردن مالتي. وين الاورجنزا؟ وين شوفوا وين اخ يا يمه. هذا انا ناوي اخلي هذا. اذا ايش راح اسوي؟ اقص اقل من عنده بشقد؟ ب1 سنتيم حتى هو اركبه عليه. شوفي اقل من عنده ب1 سنتيم. اذا هذا القص مالي راح يكون بهالشكل. لا تخافي انا صدر وظهر مسويهن سويه. هسه انا صافي الردن مالتي مجرد راح اضرب اوفر ومن اللي يكملها راح يكمل لي اياها. هذا راح يكمل لي الردن مالتي. راح يجي هنا بهالشكل واكسره ويجيني هنا هالشكل. هذا راح يجيني زين. واحد صفن ايش قال؟ قال يابا ابو احمد هسه انت مطعم وخوش مسوي. انا ايش عاجبني؟ عاجبني اخلي هنا بسط الردن بما انه هي مفتوحه واستغلها اني. عاجبني اخلي بوسط هاي الردن فد شي. يعني مثلا اخي كيبور اخي عندك شفتنا فد شي حلو. وين يعني واحد يقول انا عاجبني مثلا. ليش توقف؟ انا عاجبني مثلا اخلي هذا واريد اشوف هذا حلو لو مو حلو. انا اريد عاجبني اخلي هذا. اقدر اخليه لو ما اقدر؟ طبعا نقول له تقدر. وباعد جمال هي بعدها على الميز طلعت تجنن. زين وباعد جمال طلعت هنا تجنن. زين ايش راح تسوي؟ اقول له قبل لا تجيب هاي الاشياء وتخليها لازم ترجع القاعده 10. يا هي قاعده 10 هذه قاعده الكتف اللي مأمنت لي 20. لازم لازم ارجع اقلل. شلون اقلل؟ لان احسب حسابي اريد اخلي هاي الاضافه. هاي من راح تجي تاخذ مكان لازم هنا الها مكان. زين تعال خلينا نشوف الها مكان هنا لو لا. اجيت بهالشكل هذا. هسه انا اليوم اريد اوصل لك المعلومه. يعني اخذتيها ما اخذتيها غاسله وجهك خويه بعدك ما ادري شنو هوسه يمك اصغيلي 8 سنتيم. 8 سنتيم مطبوقه ما معناها 4. هاي الأربعة ما معناها 4 سنتيمتر. لازم نقلل. زين ابو احمد هاي الأربعة راح تقصها؟ راح اقصها 4 سنتيم. بس اني ما راح اخذها كلها. تور الفراشات احلى. العراق المجهول. واني هم بالي يمك تور الفراشات احلى. ممكن انه راح اقص من هذا على قولة العراقي
4 سنتيم مطبوقة وأخليها هنا. المهم أنا ايش ردت يا العراقي؟ ردت أعوضك، ردت أخليك تعرف إذا تضيف شيء لازم تقلل من عنده، وهذا أنا هسه قللت من عنده. بناتنا كل اللايف مسجل، شوفون هذا الحساب هسه ام احمد صباح الخير عليك، اللي ثبتت بضغط عليه راح تتحولين لحسابها، سوي لها متابعه لان راح تقعد هذا اللي حكيناه كله تنزله بقناتها. اذا فانت هذا اللايف مسجل عندك، تروحين على اليمن على هذا الحساب مال اختك ام احمد وتسوي له متابعه وتنزلي. هسه العراق المجهول قال يابا يا جماعه الخير احنا عندنا شو اشوف الفراشات احلى، يلا احنا خلينا نجي ناخذ بشوره نشوفه حلو لو مو حلو. والله هو كل عراقي حلو، والله احنا العراقيين حتى المو حلو شكلا بس دمنا عسل واصحاب ضيافه وكريمين وبعد مشهوده لنا. كل العراقيين احكي بصوره عامه يعني، ترى من الشمال للجنوب يعني كنا مضياف وتشوف ابو الهلا والمرحبا. ربي يحفظنا ان شاء الله ويحفظ عراقنا ويحفظ امه محمد جميعا. زين قصيت لهنا وهسه قصيت لهنا. زين انت وياي وياي ايه يلا. هناش عدي والله على قولتك يا العراق المجهول، كانها تصير احلى، كانها تصير حلوه احلى من ذاك. اي عراقي بعد عندك نظره ثاقبه. زين خلي نجي بعد عندنا شغل، بعد عندنا شغل حتى لا تصير عندنا رطينه. زين جيت وجدامي تخط حيرة وندم، رديت ايه مو حسين نعمة هذا اللي يقول رديت وجدامي تخط حيرة وندم. ايه هو نفسه اللي يقول نخل السماوة يقول طرتني سمرة، سعف وكرب ظليت ما ابي ثمرة. هاي هذا الكلام الحلو. وقتنا بس تعال خلينا نقارن اها خلينا اقارن لك بالاسود. هاي يطلع مرات عندهم بالملف. اخ يا يمه وعلي جعت. زين اي وايد حكينا. شوفي لي هذا هاي قلبناه هذا الشكل هذا تطلع احلى. اي انا على الظهر راح اشتغلها يعني على الظهر احلى شوي تطلع لي. اي يلا يا ترتبت. اي على الظهر راح اشتغلها. الاسود احلى ومكحل بهاي الاشياء بما انه عندنا اسود. بس ايش راح نسوي؟ بما انه احنا جهزنا وكملنا شغلنا. اي فاذا تضحك تقول ما ضبطت عندك ردت تشيلها بكل سرعه. زين هذا رداناتي وهاي الفراشات وهذا القيراج عندي وراح توكل بالله. هسه وين نروح؟ على الماكينه. لا تخلي نهايه هذا الفراشه راسها اللي فوق. اي والله شوف ايش قد دقيقات ما شاء الله عليكم. الالتفاته الحلوه يعني خلي هاي الوصل قلبهن هالشكل. شوفي تمام هذا راح تكون بهالشكل هذا. هسه هي دشداشتي ترى يعني شلون نقول مال المحل راح البسها بعد ما اكمل للعابه. اي فعادي حتى اذا طلع بيها مشكله او طلع بيها فد نقص حشاكم من النقص عادي ما عندي مشكله يعني شوي ما اتحسس من هاي الاشياء. المهم احنا اخذنا اليوم فكره وبصوره عامه على فصال الرياضي
واخذنا يعني فد اشياء. هنا وحده من الخوات تقول لي لا تخلي هذا نهايه الردم، عندي احتمالين، لازم اضرب اوفر، او لازم مثلا شنو اخلي، عندك قيراج تغليف خليه على 26 وغلف الردن بهذا القيراج. هن ذن الحلول. لا عاد تخلي ردن الفراشه تحوفينها تهلس، لازم تسوي لها فد حل واحده من الاثنين. واضح لو لا؟ هسه انا وين راح اتحول؟ راح اتحول على الماكينه.